معروف ان النوم من ألد اعداء القلق والتوتر. اي حد عنده قلق وتوتر عارف ان فقره النوم بالليل دي فقره صعبه وتقيله، والاصعب منها ان انا لو دخلت انام وصحيت بالليل مش بعرف ارجع انام تاني. في شويه حاجات كده ممكن اعملها وابعد عنها تساعدني ان انا جهازي العصبي يهدى. محتاجين نبعد عن القهوه بحوالي 5 6 7 8 ساعات كده قبل النوم. محتاجه ابعد عن السوشيال ميديا والموبايل قبل ساعتين من ميعاد نومي. محتاجه ان انا اهدي الدنيا كلها، اضاءه وصوت ودوشه وتي في والكلام ده كله زي اللي بيهدي المكنه كده خالص، واستسلام فعلا حقيقي ان انا بخلص يومي. الموز والكيوي من الحاجات اللي ممكن تتاكل تهدي الجهاز العصبي مع اليانسون والكاموميل برضو. تمام، عملنا كل ده بقى ودخلت السرير وما جاليش نوم، او نمت وصحيت مش عارف ارجع انام تاني. نصيحتي ما تفضلش قاعد في اوضتك اللي انت محتاج تنام فيها، علشان الافكار هتفضل تشيل وتحط فيك وتقول لك بص الساعه بقت كام، انت لسه ما نمتش، يا نهار ابيض وهنخلص من الموضوع ده امتى. اطلع بره الاوضه خالص وخليك محضر لنفسك شويه حاجات انت هتشغل نفسك بيها لحد ما النوم يرجع تاني. هتقعد تلون، هتقعد تقرا في كتاب انت ما عندكش وقت ليه بالنهار، ما تفتحش التي في ولا تمسك الموبايل. انا بقى نصيحتي بصراحه اقعد اذكر ربنا، اقرا قران، صلي ركعتين، خلي ليك برنامج كده تلجأ له لما تحس ان انت خلاص الدنيا قفلت ومش عارف تروح في النوم. كل ده بيحسس جهازك العصبي انك قابله، مش قلقان من القلق، بتساعده يهدى، وده بيخلي جهازك العصبي يثق فيك، فساعتها لوحده اوتوماتيكلي هيهدى.